السلام عليكم، مرحبا بكم عند ديليس سلمان، وكيف العادة مرحبا بي عندكم. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم بغيت نقدم لكم من سلطة ماروكان رويال. كتجي هائلة في الشكل ديالها، يعني غتشرفك قدام ضيوفك، وسهلة في التحضير ديالها، وما كتطلبش مكونات كثيرة. كنتمنى الفكرة ديال اليوم تعجبكم كيف العادة. للناس اللي يلا اول مره تيشوفوا الفيديو ديال القناه ديليس سلمان وشهيوات سلمان، فمرحبا بكم. ما تنساوش تنضموا للقناه وتشجعونا. ان شاء الله الرحمن الرحيم ندوزو نشوفوا الطريقه والمقادير. بالنسبه للمقادير فكيف غتشوفوا معايا، غنبداو بالاناناس المعمر. انا احتاجيت فيه الخيار، عندي هنا قطعته بشكل طولي، واحتاجيت الجزر او خيزو بشكل طولي حتى هو يعني في الحكاكه. عندي السوريمي او لي سوريمي او الفوكراب، حتى هو يعني الشكل ديالو طولي. والفرomاج حاولت نقطع الفرomاج حتى هو بشكل طولي. عندي الاناناس اللي حاولت نقطعو قطع صغيره مطوله، وعندي لا مايونيز، وعندي المايس او الذره المعلبه، وبيان سور الاناناس اللي خويت. دونك بالنسبه لهاد الطريقه ديال الاناناس غادي ناخذ المكونات جميع اللي عندي، غادي نمزجهم مزيان مع بعضياتهم. يعني عادي، ما كاينش شي طريقه اللي كومبليكي. غنزيد شويه ديال المايس على الخيار والجزر والسوريمي والاناناس ديالي. دونك والفرomاج غادي نقوم بالمزج ديالهم بطريقه جيده، ونزيد عليهم شويه ديال لا مايونيز كيف غتشوفوا معايا. دونك كيف قلت طريقه سهله وبسيطه، دونك ماشي كتحتاج شي حاجه يعني مكلفه. نحاول نخلط العناصر ديالي كيف قلت جيدا، وفقط للاشاره انا اختاريت نقطعهم هكا بشكل طولي باسكو فريمون تجي بريستيج، تجي شكل يعني زوين، مختلف شويه على الطريقه اللي اعتدينا ديال السلطه نقطع دي كوب وهذا. دونك ملي نخلطوا العناصر مزيان وتنسجم مع بعضياتها، نضيفوا القياس ديالنا ديال المايونيز. انا هنايا زدت شويه ديال لا مايونيز، وفريمون هاد السلطه تجي منعشه وتجي فيها واحد المذاق يعني هائل. صدقوني جربوها، ما غاديش فريمون ما غاديش تندموا. دونك من بعد غادي نمزجها مزيان مع لا مايونيز، وغادي نبدا ننزلها في القوالب ديال الاناناس ديالي. كيف قلنا يعني ملي نساليو الخليط ديالنا غادي ننزلوه في القلب ديال الاناناس اللي فرغنا، وهو اللي خدينا، اللي هو اللي خديته وقطعته. دونك ما غاديش نضيعوه. غادي نعمر الاناناس ديالي على حسب القياس اللي انايا بغيت. دونك بلا ما نعمرهم بزاف، مي كيف قلتي الا كان يعني عندك الضيوف كتار يعني كيبقى على حسب الذوق ديالك وانتي شنو حبيتي. دونك انا غادي ننزل الخليط ديالي في قلب الاناناس ديالي، وغادي نحاول نزين هذيك الاطراف ديال الاناناس. نتوما غتشوفوا معايا ان شاء الله، غير نكمل ننزل الخليط نكملو ونزين الاطراف ديالهم باش ما يبقاوش عندي هكاك يعني نعمروهم مزيان، ماشي بزاف كيف قلت، مي دائما كنقول يعني كل واحد عاوتاني على حسب الذوق ديالو. دونك هنا غادي ناخذ لا مايونيز، وغناخذ بانسو اولا نقدر ندير غير باليد ديالي ولا بمعلقه، وغادي نحاول ندهن هذوك الجناب ديال الاناناس ديالي كيف كتشوفوا. وغادي ناخذ الفرomاج، غادي ناخذ فرomاج غابي، وغادي نحاول نثبتو على دوك الجناب اللي دهنت بالاناناس، يعني باش يبقى الديكور ديالهم جميل. كيجي واحد فريمون كيجي واحد الديكور غزال. يعني انايا نكمل هادو، وغادي تشوفوا غادي نحاول نثبت يعني الفرomاج على هذوك على ديك لو كوتي اللي انا درت فيه المايونيز. كيف قلت فهاديك هاد السلطه هادي تتجي غزاله منعشه، ويعني تتحمر لك وجهك قدام ضيوفك، ما تخافوش. دونك نحاول نكملهم، نكمل القطعه الاخرى ديال الاناناس. كيف كتشوفوا كيجي الشكل ديالها فريمون هائل. هذا هو الشكل ديال الاناناس ديالي. غنزلو في طبق التقديم. خديت انا طبق شويه يعني اوفال، ودرت فيه الخس، اوراق الخس، يعني غطيت بهم البلا ديالي، وغنحاول نحطهم في يعني كل وحده في جانب باش نكمل السلطه. دونك ندوزو نكملوا السلطه.
انا هنا اختاريت بطاطا مسلوقه، يعني بطاطس مسلوقه، وخديت البيض مسلوق، مزجتهم مع بعضياتهم، وغنزيد عليهم شويه ديال الابزار والفلفل الاسود، غادي نزيد شويه ديال الملحه، كيبقى على حسب الذوق، وغنزيد شويه ديال الربيع، يعني كارم. نتوما الا عندكم الفخي استعملوه، وشويه ديال المايونيز، نحركو يعني نخلطوا المزيج ديالنا بلطف باش ما نخسروش يعني ما تبغج ليناش البطاطا ديالنا. وهي يعني البطاطس ديالنا موجوده، يعني فريمون مع البيض ولا مايونيز كتجي المذاق ديالها هائل. وكيف شفتوا يعني بسيطه، ما طلباتش مني وقت كبير. غادي ناخذها، انا درتها هنايا في تشوبينه وقلبتها، نتوما على حسب الديكور اللي بغيتو. ندوزو للشكل الثالث. هنا خديت البسباس، قسمتها على زوج، وغندوزو في الحكاكه الغليظه يخرج ليا بهذا الشكل، وغادي نخلطو مع خيزو او الجزر اللي انا ديجا كنت حكيتو حتى هو في الحكاكه الغليظه. دونك غادي نمزجهم مع بعضياتهم، وما غادي ندير فيهم حتى شي حاجه. يعني علاش؟ لان انا دابيتود هاد السلطه كندير معها الخل والسكر، لكن بما انني غنحطها يعني في البلا كبير غادي يطلق ليا. دونك غادي ناخذها تالكال وغادي ننزلها في البلا. كيف كتشوف معايا هنا يعني كاينه شي حاجه موف هذيك باربه، انا شديتها سلقتها وحكيتها حتى هي، ما ضفت عليها حتى شي حاجه، حكيتها بشويه سلقتها بشويه الملح بلوتو وحكيتها ونزلتها، لان ابخي كنزل لي صوص، يعني كل واحد يعني يتبلها بلا صوص اللي بغا. دونك نزلنا الاناناس، نزلنا البطاطا مسلوقه، نزلنا الباربه مسلوقه ومحكوكه في الحكاكه الغليظه، ونزلت البسباس والجزر ديالي. غادي ندوزو لشكل اخر، وهو الجلبانه والبوافير مسلوقه. انا خديتها هنا سلقتها مليحه، ونزيد عليها شويه ديال المايونيز نتبلها، يعني كل واحد يتبلها بالذوق ديالو. انا زدت انا غير المايونيز، شويه الابزار، وشويه ديال الربيع، وغادي نخلطها حتى هي، وهي موجوده كتجي فريمون كتجي غزاله، كتجي هائله. دونك نمزجها مزيان، ونحاول حتى هي ننزلها في البلا ديالي ديال السلطه. فكيف كتشوفوا كان هذا هو الشكل اللي وجدنا من قبل. نعاود تذكير، يعني الاناناس اللي عمرنا، بطاطس المسلوقه مع البيض المسلوق، عندنا البربه المحكوكه في الحكاكه الغليظه، وعندنا عندنا الجزر، وعندنا البسباس اللي حكينا. دونك غادي ننزل حتى الجلبانه. هو كيبقى يعني داكشي الذوق ديالكم، وتبقى على حسب اشنو متواجد عندكم في البيت، فماشي ضروري نفس الخضر. انا فقط الفكره كانت غير باش نوريكم، نعطيكم فكره وموديل ديال السلطه، يعني جميله وسهله وبسيطه وبمنظر جميل اللي تشرفك قدام الضيوف ديالك. فكيف كتشوفوا كان الشكل ديالها غزال. انا هنا غادي ندوز دابا للتزيين. هنا يعني حاولت نعمر الفراغات بالمايس وباللون الاصفر، يعني باش يبقى داك الالوان متناسقه والوان جميله، لان العين كيف كنقولوا دائما العين هي الاولى كتاكل. هنا ايضا بغيت نوريكم واحد الفكره جميله كنستعملها دائما لتزيين السلطات، وهي البيض المسلوق. كنزلو في الماء ديال الباربه اللي سلقت، كيعطي واحد اللون غزال للبيض، وكيبدل ليه، يعني فريمون كيبدل ليه داك الابيض البراني ديالو. دونك اون فوا كيبرد الماء ديال الباربه نقدروا ننزلوا فيه البيض مسلوق، من بعد كيعطينا هذا اللوين. وانا مازال ما خليتوش بزاف، يعني الا خليتوه نتوما مده اكثر يعني غادي يجي يعني بلوس فونسي على هذا، كيبقى لكم الذوق. فهذه فكره فقط بسيطه، غير باش يعني شي حاجه نقدروا نزينوا بها السلطه ديالنا. وكيف كتشوفوا معايا باردون، فهذا هو الشكل النهائي اللي انا حاولت نزينه بطريقه بسيطه، يعني ماشي غير مكلفه، وحاولت نزينه يعني بداكشي اللي كان عندي في البيت. يعني نتوما كيبقى لكم حريه الاختيار، كنتمنى الفكره ديال اليوم تنال اعجابكم، ونكون خفيفه على قلوبكم كيف العاده ونفيدكم. فهاد السلطه انا كنت وجدتها للضيوف ديالي، الحمد لله نالت الاعجاب ديالهم ورقت ليهم.
حتى نتوما تقدروا تنزلوها لضيوفكم وانتم مطمئنين انهم غادي تعجبهم. نتمنى الفكره كيف قلت تكون فتكم بها، نتمنى تعجبكم. ما تنساونيش من لي لايك ومن التعليقات ديالكم اللي كتهمني بزاف. ما تنساوش الا جربتوها ترسلوا لي الصور على الصفحه ديالي على الفيس. دونك خليت لكم الراحه، والفرصه قادمه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.